واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من امريكا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الحادثه الارهابيه اللي ارتكبتها اسرائيل في لبنان وتفجير اجهزه البيجر واجهزه اللاسلكي في لبنان اللي ادت لوفاه عدد من المدنيين واعداد كبيره وطفله حتى عندها 10 سنين، ولسه الارقام الحقيقيه ما نعرفهاش بسبب هذه الحادثه الارهابيه اللي قامت بها اسرائيل. لكن الصحفيين كانوا بيحاولوا يسألوا مسؤولين البيت الأبيض، فسألوا جون كيربي وهو من كبار مساعدين بايدن ومتحدث باسم بايدن، وهو أيضا رئيس لجنة الأمن القومي الأمريكي، عن حادثة البيجر وإيه رأيه فيها وهل لديه تعليق ولا لا. خلينا نشوف تعليق جون كيربي عن الموضوع ده. Our sources have confirmed to us it's been widely reported that Israel is responsible for this, but notably you still won't say that. Why is that? Is it because that's not your assessment or because you don't support what they're doing here? It's because I don't have anything more to add on this issue. As I said, there was no U.S. involvement, and I'm not going to go beyond that today. Then let me ask this. These kinds of tactics, blowing up pagers and walkie-talkies, is this type of warfare acceptable to the United States? Again, Mary, I appreciate the question. I'm simply not going to be able to address these incidents over the last couple of days in any level of detail one way or another. Okay, let me try one other thing. Please. Everyone keeps urging, all parties involved not to escalate this. Isn't this an escalation already? I mean, isn't this Israel doing exactly what you've been warning them not to do? Again, I'm not going to speak to the details of these incidents. I understand that's frustrating. I get it. And I understand where all your questions are coming from. They're all valid. They're all fair. زي ما حضراتكم شفتوا كده، جون كيربي ما قدرش ينتقد ولو بكلمة واحدة الجريمة الإجرامية اللي قامت بها إسرائيل واللي مات فيها مدنيين كتير جدا وناس فقدوا أعينها وناس فقدوا أيديهم وطفلة عندها 10 سنوات ماتت وعدد غير معروف من الشهداء وعدد غير معروف من الجرحى إلى الآن. ومع ذلك جون كيربي ما قدرش إنه ينتقد إسرائيل ولو بكلمة بس واحدة، ولو بكلمة صغيرة ما قدرش ينتقد إسرائيل. طيب عايز حضراتكم للحظة كده تتخيلوا إن الوضع ده معكوس وإن المقاومة اللبنانية هي اللي قامت وعملت تفجيرات البيجر دي في إسرائيل. يا ترى كان جون كيربي أو البيت الأبيض أو الإدارة الأمريكية كانت هتنتقدهم ولا لأ؟ عشان تعرفوا بس ازدواجية المعايير وعلشان تعرفوا مين اللي فعلا بيدير أمريكا. اللي بيدير أمريكا ما تقدرش تنتقده. متحدث بالاسم البيت الأبيض مش قادر ينتقد ولو حتى بكلمة، حتى عشان الاستهلاك الإعلامي حتى يبقى منظره شوية إن هو يعني بيقول رأيه. مش قادر حتى يقول رأيه، مش قادر حتى ينتقد، مش قادر يقول أي حرف عن إسرائيل. لكن لو كان الوضع معكوس كنتوا هتلاقوا انتقادات حادة وهجوم شرس من البيت الأبيض. زي ما قلت لحضراتكم ده بيقول لنا مين اللي بيدير البيت الأبيض فعليا. إسرائيل فعلا هي اللي بتدير البيت الأبيض. طيب كان في تقرير مهم قوي بقى برضو في قناة أمريكية ويعني ليها علاقة بالتحليلات المخابراتية وهي بتتكلم عن موضوع البيجر ده ازاي تم. فأنا الحقيقة عجبني هذا التحليل، خلينا نشوفه مع بعض. خلينا نشوف كده مع حضراتكم. هنا المقاومة اللبنانية طلبت 5000 قطعة من البيجرز من تايوان. المفروض ان هي تايوان هتشحن بقى على لبنان، لكن المفاجأة ان واضح ان في الطريق في اثناء عملية النقل حصل حاجة. الموساد يعني وقف الشحنة دي نوعا ما في مكان ما قبل ما توصل لبنان وغير بطارية من البطاريتين في. طيب تغيير البطارية زي ما قلت لحضراتكم شالوا بطارية من البطاريتين وحطوا واحدة شبهها بالظبط واحدة فضلت البطارية اللي هي المفروض انها تمشي الجهاز، والبطارية التانية اللي حطوها اللي شبه البطارية الأصلية هي مش بطارية، هي جهاز متفجر هو ده اللي تم استخدامه في التفجير. فبقى في الجهاز بطارية علشان الجهاز يستمر في العمل، والجزء الثاني ده الجزء المتفجر يعني جوه البطارية اللي شبه البطارية الأصلية أو هي يعني مادة متفجرة. يعني ربما يكون التحليل ده
هو اقرب بشكل كبير جدا للحقيقه، لان في شهادات ايضا مهمه انا شفتها من الكثير من اللبنانيين كانوا بيقولوا ان يعني اجهزه البيجر دي المفروض انها تشتغل من 9 ل 10 ساعات، لكنها كانت بتشتغل من 4 ل 5 ساعات، يعني نص الوقت تقريبا اللي المفروض انها تشتغله. ده بحقيقة بيؤيد الفكرة ان يعني جهاز الموساد يعني وقف هذه الشحنة وغير احد البطاريات الليثيوم ببطارية مليانة مواد متفجرة، فعشان كده الجهاز شغال على بطارية واحدة ليثيوم، البطارية التانية اتبدلت بشكل بطارية زي الليثيوم بالظبط زي البطارية التانية بس مليانة مواد متفجرة، فعشان كده الجهاز بيشتغل بنص الوقت فقط او يشتغل بنص الوقت فقط. عشان كده الجهاز بدل ما يشتغل من 9 ل 10 ساعات بيشتغل من 4 ل 5 ساعات. وبعض الناس لاحظوا الحكاية دي وكانوا هيكتشفوا بالفعل وجود المواد المتفجرة، عشان كده إسرائيل سرعت في أنها تفجر هذه الأجهزة بهذا الشكل العشوائي وهذا الشكل الجنوني، لأنها حست أن هيتم اكتشاف هذه الأجهزة وما فيها من مواد متفجرة. بما لا شك فيه الحقيقة أن في اختراق أمني كبير جدا للمقاومة اللبنانية، والحقيقة يجب عليهم أن هم يحاسبوا الناس اللي قصرت بهذا الشكل الكبير اللي يخلي إسرائيل يعني تقوم بهذه الجريمة أو تسمح لإسرائيل أنها يعني إسرائيل تقوم بهذه الجريمة الإرهابية. يعني هم طبعا لازم يبقوا عارفين أن هم بيتعاملوا مع يعني دولة إرهابية أو كيان إرهابي ما عندهمش أي أخلاق، يعني بيعملوا كل شيء، ما عندهمش عمانة ان هم يقتلوا اطفال ولا مدنيين. شفنا كل شيء في غزة، اخلاقهم الحقيقة بانت في غزة، اخلاقهم الحقيقية ظهروا على حقيقتهم قدام العالم كله. اعتقد ان مفيش شخص بيختلف دلوقتي عليهم، علشان كده الحقيقة يجب ان كل فئات المقاومة يبقى عندها حذر شديد جدا. فانا شايف ان هذا التحليل ربما يكون هو الاقرب الى الواقع والاقرب الى الحقيقه، لكن برضو زي ما قلت لحضراتكم المقاومه لازم تحاسب عن هذا المسؤولين عن هذا الاختراق الامني اللي ادى الحقيقه ل يعني خسائر جامده جدا، وخصوصا في المدنيين والاطباء والاطفال والناس اللي فقدت عيونها، شيء الحقيقه مؤسف جدا. طيب عايز ارجع لحضراتكم تاني عن يعني شويه عن الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، اتكلم مع حضراتكم شويه دلوقتي بعد المناظره اللي حصلت بين كامالا هاريس وترامب من اسبوعين. الارقام بتاعه كامالا هاريس رغم ان ترامب بيعمل مؤتمرات اكتر بكتير من كامالا هاريس يعني، لكن الارقام بتاعه كامالا هاريس دلوقتي تعدت 6% لترامب، يعني 6% لصالح كامالا هاريس ضد ترامب، ودي الحقيقه نسبه كبيره جدا. بايدن كان ناقص 8% ضد ترامب، يعني ترامب كان متفوق على بايدن ب8 نقاط او 8%، دلوقتي كامالا هاريس متفوقه على ترامب ب 6%. النسب دي طبعا مهمه وهي يعني مؤشرات وانديكيشنز، لكن محدش يقدر يقول لحضرتك مين اللي هيكسب الانتخابات عشان برضو الكلام يبقى ايه واضح وصريح يعني. فيعني الحقيقه الموضوع ده مزعل ترامب جدا، ورغم ان حوالي 75% من الناس اللي شافت المناظره قالت ان كامالا هاريس هي اللي كسبت المناظره، يعني نسبه كبيره جدا قالت 75% تقريبا، الى ان ترامب ماشي حتى في يعني التجمعات الانتخابيه بتاعته ومصر وبيقول للناس ان هو اللي كسب المناظره، وان استطلاعات الراي بتقول ان هو اللي كسب المناظره، حاجه في منتهى الغرابه، رغم ان كل استطلاعات الراي بتقول ان كامالا، حتى استطلاعات الراي اللي قامت بيها قنوات مواليه للحزب الجمهوري زي فاكس نيوز وغيرها قالت برضو ان كامالا هاريس كسبت المناظره ضد ترامب. فيعني اصرار ترامب غريب جدا عن ان هو مصمم ان هو يعني بعد اسبوعين بعد ما شفنا كل الاستطلاعات الرأي في كل حته مصمم الى الان الى النهارده ان هو اللي كسب هذه المناظره، وطبعا ده يعني مش حقيقي. المهم يعني ترامب لما كان بيتكلم لما عمل مناظرته الاولى مع بايدن قال على بايدن انه بايدن منحاز للفلسطينيين وانه فلسطيني، يعني كانها شتيمه يعني.
في اشاره ان هو ما دعمش اسرائيل بشكل كافي، رغم ان بايدن بعت حملات الطائرات وعمل لهم كل حاجه، وعمل لهم جسر علشان في الاول قال ان هو عشان يدخل غذاء للفلسطيني، وطلع في الاخر انه عشان يعملوا عمليه ويطلعوا بعض الرهائن، وبعد ما طلعوا الرهائن اللي هم كانوا عايزينهم راحوا شالوا الجسر اللي هم عملوا. يعني المهم بايدن عمل لهم كل حاجه، لكن مع ذلك ترامب كان شايف انه بايدن يعني منحاز للفلسطينيين قوي لدرجه ان هو فلسطيني. فدلوقتي عايز اوري حضراتكم جزء برضو من يعني مقطع من المناظره، وترامب بيتكلم على كامالا هاريس وبيهدد ان لو كامالا هاريس كسبت الانتخابات الرئاسيه القادمه مش هيكون في اسرائيل اصلا. But when she mentions about Israel, all of a sudden she hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. طبعا يعني تصريحات ترامب مضحكة. معروف جدا ان يعني الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الاثنين داعمين الى اسرائيل، في بعض الاختلافات البسيطة لكن الاثنين في الاخر داعمين لاسرائيل. وكامالا هاريس طلعت قالت اكتر من مرة انها هتفضل داعمة لاسرائيل، ده يعني سياسة الحزب بتاعها يعني. لكن ايه بقى ايه الاختلافات اللي عايز يعني اقولها؟ اختلافات الحزب الديمقراطي شايف ان وجود حل الدولتين طبعا ده مش حبا في الفلسطينيين، لا ده هم شايفين ان حل الدولتين ده هيضمن امن اسرائيل، عشان كده بيدعموا فكرة حل الدولتين، مش حبا في الفلسطينيين ولا اهتماما يعني بحقوق الفلسطينيين. الديمقراطيين يعني زي إدارة بايدن شافوا اكثر من 41,000 فلسطيني تم قتلهم بدم بارد، اكثر من 100,000 يعني دي الارقام اللي احنا نعرفها، يعني اكتر من 100,000 مصاب. بيتم تهجير الشعب الفلسطيني من الشمال للجنوب، واسرائيل تقول للناس روحوا في المناطق الامنه وتروح تقتل الناس في المناطق الامنه. فبالتاكيد يعني كل ده حصل في ظل اداره ديمقراطيه ما حاولتش خالص انها توقف اسرائيل باي شكل من الاشكال. لكن زي ما بقول لحضراتكم الفروقات بسيطه، يعني الجمهوريين شايفين ان هم لازم يدعموا اسرائيل بشكل مطلق واعمى، الديمقراطيين شايفين ان حل الدولتين هيبقى يضمن امن اسرائيل، عشان كده الديمقراطيين بيدعموا فكره حل الدولتين. برضو الجمهوريين شايفين ان مفيش مشكله ان اسرائيل تضم اي حاجه هي عايزاها، الجولان، الضفه الغربيه، تعمل مستوطنات، مفيش مشاكل. الديمقراطيين شايفين ان ده خطر على اسرائيل، فكره المستوطنات والحاجات دي، لان هي ممكن تؤدي لمقاومه مسلحه ورد فعل من حركات المقاومه. فهو دي الحقيقه الفروقات. لكن في الاخر زي ما قلت لحضراتكم الديمقراطيين والجمهوريين بيدعموا اسرائيل بشكل مطلق، لكن يعني اذا كان هناك خيار بالتاكيد الديمقراطيين ارحم شويه من الجمهوريين. وايضا هناك مرشحه مستقله كتير من العرب قالوا ان هم هيدعموها في الانتخابات الرئاسيه القادمه، جيل ستاين، وهي يهوديه لكنها بتدعم الدوله الفلسطينيه وبتدعم بالفعل حقوق الشعب الفلسطيني، ويعني شتمت نتنياهو اكتر من مره وهجمته بشكل شرس جدا. حصلت برضو الاسبوع اللي فات بقى محاوله لاغتيال ترامب. واحد يعني طلع يعني كان معاه بندقيه، البندقيه دي كلاشينكوف وعليها منظار، المهم وكان قرب من ترامب، وكان ترامب ساعتها بيلعب الجولف. طبعا ترامب من هواياته ومن هوايات الناس الاغنياء عموما في امريكا ان هم يلعبوا جولف، فترامب كان بيلعب جولف في مارالاجو في فلوريدا. يعني يعني جه الشخص ده وكان معاه بندقيه زي ما قلت لحضراتكم كلاشينكوف، و يعني عليها منظار، وحاول يعني يقتله، لكن الشرطه السريه قبل ما يطلق الرصاص اي حاجه تم القبض على هذا الشخص. الشخص ده
دوافعه للحادثه دي مهمه. يعني الشخص ده يعني من مؤيدين اوكرانيا بشكل كبير جدا. طبعا ترامب بيدعم روسيا، ما بيدعمش اوكرانيا، وقال ان هو هيوقف الدعم الامريكي لاوكرانيا، ويعني شايف ان اوكرانيا لازم تستسلم للامر الواقع وتسلم اراضيها اللي حوالي 20% منها محتله من جانب روسيا. فهذا الشخص مؤيد لاوكرانيا ويريد استمرار الدعم الامريكي لاوكرانيا، فعشان كده هو حاول ان هو يقتل ترامب، علشان خايف ان لو ترامب كسب في الانتخابات يعني يوقف الدعم العسكري لاوكرانيا للضغط عليها للتنازل عن الاراضي اللي استولت عليها روسيا وتقف الحرب بهذا الشكل يعني. فدي كانت حاجه يعني. لكن عايز اقول لحضراتكم ان فوضى السلاح في امريكا كبيره جدا. يعني هوري حضراتكم طفل عنده 11 سنه الشرطه قبضت عليه لان اكتشفت عنده ترسانه اسلحه كبيره جدا، ومش كده بس، اكتشفت عنده كمان لسته باسماء الناس اللي هو عايز يقتلهم في المدرسه بتاعته. Alright, sir, careful as you can. You're gonna be walking over here to the gate over here, alright? Slow and steady. What you here for today? Put that foot down, let me get the other foot. All right, come on in here, have a seat in the cell. We're gonna gather up some paperwork and get things started for you. You have any questions? No, sir. All right. What we're going to start doing Monday is, since parents, you don't want to raise your kids, I'm going to start raising them. Every time we make an arrest, your kid's photo is going to be put out there. And if I could do it, I'm going to perp walk your kid so that everybody can see what your kid's up to. لوبي السلاح في امريكا يعني تاني اقوى لوبي بعد ايباك في الولايات المتحده الامريكيه. بيقدروا يسيطروا على السياسيين واعضاء الكونجرس والرئاسه الامريكيه، بيتبرعوا لاعضاء الكونجرس والرئاسه، وزي نفس الايباك يقدروا ان هم يسيطروا بشكل كبير جدا على السياسيين. كمان الدستور الامريكي بيكفل للمواطن الامريكي حريه حمل السلاح، لكن في بعض الولايات عليها بعض القوانين، زي ولايه مثلا نيويورك صعب ان الواحد يحصل على سلاح يعني او رخصه سلاح. بعض الولايات الجمهوريه زي مثلا ولايه فلوريدا زي ما اتكلمت على حضرتك قبل كده سهل جدا ان انت تروح تشتري مدفع رشاش واسلحه كبيره، يعني اسلحه بتستخدم في الحرب، مدفع رشاش، يعني حاجات اسلحه بتستخدم في الحروب مش للحمايه الشخصيه. فالولايات الجمهوريه تحديدا السلاح منتشر فيها بشكل كبير جدا، وايضا الولايات الديمقراطيه، لكن ربما يكون هناك بعض الضوابط اكتر في الولايات الديمقراطيه يعني. في خبر تم التعتيم عليه بشكل كبير جدا. اول ما ظهر الخبر ده فجأة على بعض وكالات الانباء رجع اتشال بسرعة كبيرة جدا. في مواطن امريكي قرر ان هو يشعل النار في نفسه امام القنصلية الاسرائيلية في بوسطن احتجاجا على دعم الادارة الامريكية الاعمى لاسرائيل في جرائم الابادة الجماعية اللي بتقوم بيها إسرائيل في غزة. My name is Matt Nelson and I'm about to engage in an extreme act of protest. We are all culpable in the ongoing genocide in Gaza. We call ourselves the greatest nation in history, yet we spend more on weapons of war than we do on educating our children, helping the homeless, ensuring all Americans have equal rights, and protecting the environment combined. We are slaves to capitalism and the military-industrial complex. Most of us are too apathetic to care. The protest I'm about to engage in is a call to our government to stop supplying Israel with the money and weapons it uses to imprison and murder innocent Palestinians, to pressure Israel to end the genocide in Gaza, and to support the ICC indictment of Benjamin Netanyahu and other members of the Israeli government. I urge any of you who are of the same mind to call your senators and representatives and demand that they introduce and advance legislation to achieve these goals. If sitting lawmakers won't, vote for those who will. A democracy is supposed to serve the will of the people, not the interests of the wealthy. Take the power back. Free Palestine. الحادثة دي مش هي الحادثة الوحيدة، كان أيضا هناك ضابط أمريكي يعني برضو قام بنفس الشيء اعتراضا على الدعم الأعمى للإدارة الأمريكية لإسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية اللي بترتكبها في غزة حاليا. فيعني ونفس الحكاية بنشوفها تجاهل إعلامي زي ما شفنا في الحادثة الأولانية، تجاهل إعلامي
كبير جدا دلوقتي، تجاهل اعلامي كبير جدا برضو. مات نيلسون تم اصابته بجروح خطيره لكنه في المستشفى حاليا وما ماتش، على عكس الضابط الامريكي اللي كان حصلت له جروح خطيره جدا ومات فورا يعني. فالى حد ما يعني مات نيلسون اخبار كويسه، لكن ان هو ما ماتش. لكن الشيء المؤسف جدا هذا التعتيم البشع من الاعلام الامريكي اللي بيدعي ان عندهم حريه وبيدعي ان عندهم ديمقراطيه وبيدعي ان عندهم حريه راي، ومش قادرين ينشروا خبر زي ده، مش قادرين ينشروا خبر مواطن امريكي بيشعل النار في نفسه علشان السياسه الامريكيه المنحازه والتي تنظر بعين واحده لاسرائيل. هذا شيء مؤسف جدا، لكن شيء له دلالات كبيره جدا. وزي ما قلت لحضراتكم هو يعني مصاب حاليا في المستشفى وبيتلقى العلاج ولم يموت. طيب في ذكرى 23 ل 11 سبتمبر هي في معلومات غريبة جدا ظهرت، يعني بعد كل فترة في معلومات بتبان. فيعني ظهرت مقابلة قديمة للمجرم نتنياهو. نتنياهو قال حاجة في منتهى الغرابة، قال ان هو سنة 1995 كتب كتاب وتنبأ به ان المسلمين هيضربوا برج التجارة العالمي. دي بصراحة حاجة في منتهى الغرابة. تخيلوا ان يعني نتنياهو يتنبأ قبل احداث 11 سبتمبر ان المسلمين هم هيضربوا برج التجارة العالمي. حاجة في منتهى الغرابة. خلينا نشوف نتنياهو وهو بيحكي لنا عن التنبؤ بتاعه ده. Well, I was getting this question in the 1990s, and I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995, and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center. I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995, and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center. يعني شيء غريب جدا ان نتنياهو يحدد ان هيحصل حادثة ارهابية وهيكون اللي هيعملها مسلمين وهتبقى برج التجارة العالمي. يعني ممكن مثلا كان يبقى تمثال الحرية، ممكن يبقى حاجة تانية. اشمعنى نتنياهو حدد برج التجارة العالمي؟ وفعلا في كتابه سنة 1995 انا رحت دورت على الكتاب لان ما بثقش طبعا في اي كلمة بيقولها نتنياهو على الاطلاق، ما بثقش في اي حرف بيقوله، هو كاذب بشكل غريب جدا. لكن دورت فعلا على الكتاب ده ولقيته على الانترنت، ويعني لقيت في الفصل السابع من الكتاب بالفعل مكتوب هذا الكلام. فالحقيقة شيء غريب جدا. لكن خليني اقول لحضراتكم بقى ان الناس اللي هي بتروج للتطبيع يعني يا ريت تقروا بقى الكتاب بتاع نتنياهو ده. يعني غير انها حاجة غريبة جدا وحاجة يعني شيء فعلا مثير للريبة ان نتنياهو يتكلم ان المسلمين هيوقعوا برج التجارة العالمي سنة 95 قبل الحادثة ب6 سنين. والاغرب برضو ان يعني لو الناس دي قرأت الكتاب بتاع نتنياهو هيشوفوا مدى الاحتقار نتنياهو للعرب وكراهيته للعرب والمسلمين. الناس اللي بتدعو للتطبيع ارجوكوا اقروا كتاب نتنياهو، شوفوا نتنياهو بيقولوا ايه عنكم، شوفوا نتنياهو ازاي بيكرهكم وبيحتقركم عشان الناس اللي بتروج لفكرة التطبيع مع إسرائيل. ادي كتاب نتنياهو. سبحان الله ان انا قريت الكتاب ده، انا يعني شفت فيه كم من التحريض وكم من الكراهية غير مسبوق. فيعني كل من يدعو للتطبيع ادعوه ان هو يقرأ كتاب نتنياهو اللي نشره في سنة 1995، موجود على الانترنت، تقدر تقراه مجانا وتشوف بنفسك يعني هل فعلا ممكن ان يبقى فيه تطبيع، هل فعلا ان ممكن يبقى فيه سلام، هل فعلا نتنياهو ممكن يطبع مع اي دولة عربية، ولا يعني الحقد الدفين والكراهية الدفينة اللي عند نتنياهو ضد كل شيء عربي وكل شيء مسلم هم اللي مسيطرين عليه. ويعني نرجع تاني، يا ترى
ازاي نتنياهو عرف احداث 11 سبتمبر وكتبها في الكتاب بتاعه قبل ما تحصل ب6 سنين، واشمعنى اختار برج التجارة العالمي تحديدا مش اي مكان تاني. ومن الحاجات برضو الغريبة المعلومات اللي ظهرت ان جات مكالمة برج، طبعا زي ما حضراتكم عارفين مدينة نيويورك فيها عدد كبير من اليهود، وطبعا كان في عدد كبير من اليهود شغالين في برج التجارة العالمي. قبل ما الحادثة بتاعت 11 سبتمبر تحصل، جاء للموظفين اليهود مكالمة ان هم ما يروحوش الشغل تاني يوم. شيء برضو غريب جدا ومن الحاجات اللي في منتهى الغرابة، وبالفعل ما راحوش الشغل وتمت الحادثة الإجرامية بتاعة 11 سبتمبر اللي راح فيها أكثر من 3000 مدني، منهم كتير مسلمين على فكرة، دي معلومة محدش كتير يعرفها يعني. لكن ازاي يعني مين اللي كلم الموظفين اليهود وقال لهم ان هم ما يروحوش برج التجارة العالمي اللي هو شغلهم في هذا اليوم تحديدا؟ حقيقة هناك ألغاز كبيرة جدا إلى الآن، لكن من الواضح أن إسرائيل كان على الأقل لديها علم بهذه الجريمة ولم تحذر أمريكا. بشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.